هذه خطوة تاريخية تعكس نضج الدبلوماسية المغربية وصدقية المبادرة في حقيقة ديال الحكم الذاتي. المجلس الأمن الدولي اليوم صادق على قرار يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار واحد واقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء. هذا القرار اللي حظى في الحقيقة بدعم دولي واسع وبدعم القوى الدولية الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا كذلك، تعتبر في نظري أنا اعتراف صريح بمقترح المغرب اللي دار في 2007 باعتباره الحل الأكثر مصداقية والأكثر جدية، ويجسد في نفس الوقت واحد تحول عميق في الموقف المنتظم الدولي تجاه هذه القضية. تأكيد مجلس الأمن على مبدأ السيادة المغربية كأساس لأي حل سياسي مستقبلي هو في الحقيقة النقطة الأبرز لهذا الانتصار. دعوة الأطراف للمفاوضات دون شروط مسبقة تيعزز الواقعية السياسية وتيكسر حتى الجمود اللي عرفوا هذا النزاع. اليوم الإنجاز ما تيمثلش فقط انتصار دبلوماسي، ولكن ينتصر أيضا لقيم الاستقرار وقيم سيادة الشعوب على حدودها، وكيعزز مكانة المغرب كفاعل مسؤول في المحيط الإقليمي والدولي. حديث أننا كنعيشوا واحد المرحلة يعني فاصلة، واحد المرحلة فارقة من المسيرة ديال الوطن ديالنا الحبيب اللي كتمثل في واحد الحدث كبير اللي كنعيشوه جميعا كمغاربة. يعني مكونات الشعب المغربي كاملة اليوم خارجة فرحانة الحمد لله بهذا التبني ديال المنتظم الدولي لعدالة القضية ديالنا، الا وهي قضية الصحراء المغربية. الطرح ديال الحكم الذاتي هو كان طرح الحمد لله لصالحنا كمغاربة بالدرجة الأولى، لصالح الجميع بما فيهم إخواننا في الصحراء وبما فيهم يعني الإخوان في الصحراء اللي كاينين على مستوى تندوف. إذا المنتظر إن شاء الله أن يلتحقوا الإخوان ديالنا اللي كاينين في تندوف بالمغرب باش إن شاء الله يساهموا في التنمية اللي كتشهدها بلادنا. إذا هذا الشيء كامله بفضل الحمد لله التبصر والحكمة ديال صاحب الجلالة محمد السادس. وهنا كنستحضروا كذلك حتى صاحب الجلالة حسن ثاني طيب الله ثراه بني المسيرة ديال بلادنا اللي اسس لهذا الشيء اللي كنشهدوه حاليا واستمر، والمسيرة استمرت مع صاحب الجلالة محمد السادس، وكذلك حتى مع يعني الدبلوماسية ديال بلادنا الحمد لله اللي كتقوم بواحد العمل موازي اللي عطى الاكل ديالو. انفتحنا كمغاربه على مجموعه ديال الدول اللي كان لها واحد الدور كبير في مسانده الطرح المغربي، وبالتالي بالاعتراف ديال المجموعه ديال الدول بعداله القضيه ديالنا واعتراف بالصحراء المغربيه. السيده خديجه واس كفاعله مدنيه وسياسيه، اليوم انا جد سعيده لمشاركه اخواني بمدينه اكادير هذه الفرحه العارمه. وقبل قليل سمعتوا الخطاب ديال سيدنا محمد السادس نصره الله اللي عبر على الاتياح ديالو لهذا القرار الاممي، واللي قال انه كنعيشوا اليوم مرحله يعني واحد المنعطف اللي هو جد مهم واللي هو حاسم في تاريخ المملكه. وهذا جاء بعد نضاليه كبيره وبعد اصرار من بلدنا الحبيب على انه ما يكونش اي تنازل ولو على شبر واحد من اراضيه. فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. واليوم القرار ديال الحكم الذاتي تحت السياده الملكيه هو قرار عادل ومنصف، وجاء بعد نضال كبير واللي كيجسد تلاحم الشعب بملكيه. وحنا المقبلين خصوصا وحنا مقبلين اننا مقبلين اليوم على الاحتفاء بالذكرى ال50 للمسيره المظفره واللي هي بدايه هذا النضال وانتهى اليوم بهذا النصر. ونتمنى ان السلم والسلام يعوم على بلادنا. هنا اكادير وسط المملكه خلف قصر بلديه اكادير سنه 1975. المغفور له طيب الله ثراه الملك حسن الثاني رحمه الله يعني يعطي انطلاقه المسيره الخضراء المظفره، وبعدها 50 سنه من مسيره النماء والرقي والاقتصاد والتقدم والازدهار الذي قادها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده من اجل ان نصل الى مثل هذا اليوم. هذا الفرحه العارمه في قلوب كل المغاربه، وهي ترى هذا الخبر السار وهذا التصويت التاريخي الذي يكرس عداله قضيتنا الصحراويه المغربيه. يعني شكرا للدول الاعضاء التي ساهمت، التي صوتت للمغرب، صوتت للعداله، صوتت للحق، صوتت للمشروعيه. الصحراء هي مغربيه شاء من شاء وابى من ابى، ولن نفرط في حبه من رملنا، من رمل صحرائنا التي دافع عنها جنودنا الميامين الشهداء الابرار الذين راحوا قضوا نحبهم وهم يدافعون عن الصحراء، عن الرايه، عن المغرب. شكرا لكل من ساهم وساندنا وساند المغرب من اجل هذا اليوم التاريخي، هذا العرس
المغرب اليوم يعني يكرس عدالة قضيته ويواصل النماء ويواصل الاقتصاد ويواصل بناء المغرب الآخر، بناء المدارس والمستشفيات والملاعب والطرق السيارة والقطارات المكوكية والقطارات السريعة والمطارات. هذا مغرب آخر آمن به صاحب الجلالة الله ينصره. والصحراء مغربية سوف تبقى، كانت وستبقى ولا زالت وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.